السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو إمام عاشور لو راح الدوري الإنجليزي هيفشل ولا هينجح؟ تعالوا بينا نفهم الموضوع ده بالملي ومن كواليس السيرفرات الحية، وما تنساش تعمل فولو واشتراك في القناة دلوقتي حالا. في أخبار مؤكدة ومسربة الحين إن في اهتمام كامل وجدي من نادي سيلتيك الاسكتلندي العريق، وتحديدا من مدربهم مارتن أونيل اللي حب يستفسر بنفسه عن إمكانيات اللاعب، وسأل بشكل شخصي: هل في إمكانية إننا نضمه لصفوف الفريق الحين ولا لا؟ وعلى الجانب الثاني بقى، النادي الصاعد للدوري الإنجليزي حديثا نادي كوفنتري سيتي ومدربهم فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي التاريخي برضو عنده اهتمام كامل وعين قوية على إمكانيات إمام عاشور، وبعثوا بالفعل يستفسروا عنه وعن تفاصيل العقد بتاعه مع النادي الأهلي، وهل في إمكانية حقيقية لضمه بسلام وتأمين ولا لا؟ طيب، هل الكلام ده مجرد إشاعات سريعة؟ لا يا جماعة، دي مش إشاعات خالص، وده كلام مؤكد وموثق من بعض الصحف الإنجليزية الحية. بص بقى يا سيدي، لو عايز رأيي الفني الحقيقي، فكرة إن إمام عاشور يلعب في كوفنتري سيتي الإنجليزي أو سيلتيك الاسكتلندي أو أي فريق أوروبي درجة أولى أو تانية، أنا شايف إن دي مش عائق أبدا أمامه، لأن اللاعب يمتلك بالفعل إمكانيات بدنية وفنية كبيرة جدا تخليه يلعب في أي نادي في العالم. بس المشكلة الكبيرة كلها بتمكن في العقلية. إمام دايما بيدور على الكومفورت زون ومنطقة الراحة، وبيحب يبقى نجم ومشهور ومعروف بداخل بلده. وبما إننا واحد مصري وبشجع النادي الأهلي برضه، هذا اللاعب في أفريقيا يعتبر خروجه من الفريق خسارة فنية قاسية جدا للقلعة الحمراء. بس صدقني عادي، طالما في مقابل مادي محترم وضخم هيدخل خزنة النادي وأقدر أستفيد منه لشراء بدايل قوية وموجودة في السوق، هقولك يا باشا يلا خليه يحترف فورا، والدنيا كلها تبقى حلوة، وكل ده برضه هيصب في مصلحة منتخب مصر في الآخر. وبيني وبينك كده كلمتين في النص وبصراحة تامة، هو مش همه دوري إنجليزي ولا إسباني ولا درجة أولى ولا تانية. هي الفكرة كلها عند اللاعب الحين هي إنه ياخد أعلى عقد ممكن ومقابل مادي محترم يؤمن مستقبله، وطالما في نادي أوروبي كبير هيقدر يوفر له المبالغ دي، خلاص يا باشا يشتري فورا وتوكل على الله. وصدقني عقبال كمان أحمد سيد زيزو لما يمشي هو كمان من الزمالك ويحترف بره ويجيب مقابل مادي محترم لناديه، وأنا كواحد أهلاوي هكون مبسوط وفرحان جدا وعادي تمام. ودي وجهة نظري الفنية يا جماعة، وكل واحد برضه له وجهة نظر مختلفة، ممكن تختلف معايا أو تتفق، انت على رأسي يا عم من فوق، بس دي وجهة نظري ورأيي وأنا حر فيه. شاركونا آراءكم الساخنة في التعليقات الحين. هل تؤيدون احتراف إمام عاشور في إنجلترا أم بقائه في النادي الأهلي؟ اكتبوا لنا الآن.